Hey, it's me. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في نوفيل فيديو اللي غنهضر لكم فيها على لاستومي او الخنشه. شنو هي الخنشه ووقتاش كدار الخنشه؟ مثلا الانسان كيكون عنده واحد الكونسير ديال المصران، فكيتقطع له واحد الطرف ديال المصران، هذاك الطرف اللي مريض، والطرف الاخر كيتلصق، كيخرج نيشان من الكرش. فالانسان كيولي كيدير الخروج ديالو من هذيك الفتحه اللي عنده في الكرش اللي خارج من هذاك المصران. فبزاف ديال التساؤلات كيطرحهم الانسان، هاد الخنشه هذه واش تقدر تكون عندها واحد التاثير سلبي على الحياه ديالي؟ واش تقدر تكون سبب على انني نتعزل على الناس؟ واش كاينه شي ماكله معينه خاصني ناكلها باش مثلا ما تكونش الريحه مجهده او لا ما تكونش جاريه بزاف؟ شنو اخر؟ كيفاش نقدر نعيش واحد الحياه حميميه مع الزوج او الزوجه ديالي وانا دايره لاستومي؟ وقتاش نغسل الخنشه ديالي؟ وقتاش يعني نقيها وداك الشيء؟ فالخنشه ما كتلصقش نيشان على اللحم، كتكون واحد اللصقه هي اللي لاصقه على اللحم، وفوق ديك اللصقه كتلصق الخنشه. فاحسن وقيته هي في الصباح، ملي كيفيق الانسان مازال كرشو خاويه، مازال ما فاطر ما واكلش، فتما تقدر تحيد الخنشه وتحيد هذيك اللصقه وتغسل الجناب ديال داك الفتحه ولا البلاصه منين خارج داك المسران ديال الخروج. تغسلو مزيان وتنقيه مزيان وتغسلو بدي برودوي اللي بيو، ما يكونش فيهم البارابين، ما يكونش فيهم الكحول، ما يكونش فيهم البارفان. تغسل مزيان وتنشف. منين تبغي تنشف ما تحكش، غير طامبوني، يعني طبطب بشي منديل يكون مقطن وكيشرب، طبطب مزيان على ديك البلاصه حتى تنشف مزيان، وخليها تفوه، خليها ترتاح شي شويه، حقاش لقيت يعني الوقت كلها وهي مزموته. خليها واحد 10 دقائق تنفس وتفوه، ومن بعد منين تشوف ان ديك البلاصه اللي دايره بداك المصران ناشفه، عاد باش تقدر تلصق لصاقه جديده وتقدر دير اون بوش جديده. كيفاش نقدر نخوي الخنشه ديالي؟ واش نجيب بانيو ولا نخويها في لافابو؟ ولا غادي تخويها في الطواليت عادي، في الطواليت فين اي واحد كيدير الخروج ديالو، ثم غتمشي غادي توقف، غادي تخويها عادي. وغادي الا شتي ان هذيك الخنشه ديالك مازال نقيه، ما متقوبه، يعني ما فلته من شي بلاصه، فتقدر تخليها وتعاود وتمسح داك التحت ديالها. منين خويتي الخروج تمسحو مزيان وتنشفو مزيان وتعاود طويها وتسد. نقدر نلبس وانا داير اون ستومي. من الاحسن بعدوا على شي حاجه مزيره من جهه الكرش، لا الرجال ولا العيالات. شي هكا شي سوفيتمون مزيره ولا شي حاجه مزيره، ولا مثلا بالنسبه للعيالات تحزام ولا شي حاجه، ما كاينش داكشي. بالنسبه للعيالات حاولوا تلبسوا هكا شي حاجه، شي غوب طاي امبير، المهم شي حاجه، شي كسوه اللي تكون مفضفضه وهابطه، مفضفضه من جهه الكرش، ولا هكا دي تي شيرت ولا بلوفر اوفر سايز. بالنسبه للرجال من الاحسن تلبسوا شي حاجه اللي تكون محلوله من جهه الكرش، هكا شي حاجه عندها سلسله او لا شي قميجه عندها صدايف. بالنسبه لي بولو ولا تي شيرت اللي مسدودين ايفيتي، غير غادي يعذبوكم كثر. واش نقدروا نديروا سبور وحنا عندنا الخنشه؟ بيان سور تقدر دير سبور وانت عندك الخنشه، غير هو حاجه وحده، حاولوا ما امكن تفادوا لي سبور اللي فيهم المقايصه والمرامكه بزاف، بحال الفوتبول، بحال الريغبي، بحال الكومبا الى اخره. حاولوا ديروا سبور اللي تكونوا فيه ترانكيل بوحدكم. حاجه اخرى كيقول لك واش نقدر نعوم بانستومي بالخنشه؟ بيان سور تقدر تعوم بالخنشه، غير هو كاينه شروط. مثلا بالنسبه للبنات تقدري تلبسي مثلا ان بوركيني اللي يكون فضفض، ما يكونش مزير عليك، وتقدري هذيك الخنشه كاينه سباغادغا اللي كتكون كتلصق مزيان على اللحم. هذيك سباغادغا تشريها غتقطعي منها وغادي تبقاي تلصقي غير دوك الجوايه ديال الخنشه، تلصقيهم لحمك غير كومسا باش ما تفلتش، باش ما تطيرش مع الماء ومع لي موفمون وداكشي. بالنسبه للرجال حتى هما لا ميم شوز يلصقوا. حاجه واحده اخرى هو انه هذوك الخنشات اللي كيكونوا ماركه مزيانه كيكونوا ريزيستون للكلور والملحه. يعني منين تكوني كتعومي واخا تقاس لك ديك الفاصمه اللي لاصقه لك على لحماك ولا الخنشه ولا يعني داك لو سوكل كامل
وخا يتقاس بالماء راه ريزيستون للكلور، راه ما غادي يذوب، ما غادي يتمزق، ما غادي يطير منه حتى شي حاجه. غير هو منين تساليو لا بانيات ديالكم منين تساليو العومه ديالكم تخرجوا، ضروري ومؤكد انكم ديروا ليجين، ضروري ومؤكد انكم تحيدوا داكشي كامل، تقلعوه وتعاودوا تغسلوا تغسلوا ديك البلاصه مزيان بالصابون بيو وتنشفوا ديك البلاصه مزيان، حيت حس الملوحه ما خاصهاش تبقى اون كونتاكت مع اللحم ولا مع الجرحه، حيت مع الوقت يقدر غادي يطيب لكم لحمكم وغادي تيغيطا لكم ديك البلاصه. واش كاينه شي ماكله معينه خاصني ناكلها وانا داير الخنشه؟ بيان سور اول حاجه هي الماء، خاصك تشرب الماء اكثر ما يمكن. ايترون الثلج جيترو في النهار هذه ما يحيدهاش الطبيب. ثاني حاجه حاولوا تفاداو الماكله اللي مثلا الخضره اللي كدير لي غاز بزاف، بحال لي شو، بحال الكروم، بحال اللفت، لي شامبينيون الى اخره. المشروبات الغازيه كذلك. حاولوا كذلك تفاداو الماكله اللي كتجري لو ترانزيت، بحال لي كلاص، بحال القهوه الى اخره. حاولوا كذلك تفاداو لي فروماج فيرمونتي او داك الفرماج اللي كيكون مخمر، حاولوا تا هو تفاداو لي شاركوتري، فهادو كيعطيو واحد الريحه مجهده وخايبه الخروج ديالكم. شنو اخر؟ حاولوا انكم كاينين مثلا ديزاستوس، كاين مثلا واحد لي باستي وواحد لي ليكيد اللي تقدروا تخويوهم ولا ديروهم في لابوش ديالكم من الداخل، اللي كتقدر الريحه ما تبانش كاع ولا ما تكونش مجهده بزاف. انا كنقولوا عصير الملوك، فهو الكرافس مع الماء، كتشدوا الكرافس طري وكت طحنوه مع ماء دافي وكتشربوه كل صباح. هذا بعدا ما غاديش يدير لكم ريحه في الخروج ديالكم اللي مجهده وزوينه لا للناس الصحاح ولا للناس المرض. انا يعني كنقولها عن تجربه، انا شربت فيه تعيت ومزيان بزاف وعنده واحد النتائج زوينه على لو كور كامل. واش نقدر نسافر، واش نقدر نمشي في الطياره وانا عندي الخنشه؟ بيان سور تقدر تمشي في الطياره وانت عندك الخنشه، غير هو حاجه وحده، يعني داك 10 دقائق ولا ربع ساعه قبل ما تديكولي لافيون ديالك ضروري ان الخنشه ديالك تكون نقيه وتكون يعني ملصقها مزيان وكل شيء. والا كان عندك يعني لو تراجي ديالك طويل وعندك لي زيسكال فضروري انك تدي يعني خنيشات اكثر باش تبدل. وبيان سور غادي كايها الناس غادي تمشي لعمرات لك في لافيون، غادي تنوض، غادي تمشي للطواليت، غادي تخويها في الطواليت عادي جدا. بانت لك الخنشه ديالك مثلا تقلعات من بلاصتها ولا ما زاقياش مزيان، حيد الخنشه وعاود دير خنشه اخرى عادي جدا. يعني ما كاينش علاش غادي تقلقوا ولا غادي تهزوا الهم من هاد الجهه من هاد الجهه هذه. وكاخر سؤال في هاد لا فيديو ديال اليوم هي الحياه الحميميه، كيفاش نعيش حياه حميميه سليمه مع الزوج او الزوجه ديالي بالخنشه. البلان ديالها نفس البلان ديال لا بيسين، غادي تلصقها مزيان باش ما تفلتش ولا شي حاجه، تلصقها مع اللحم ديالك، تثبتها مزيان وتقدر تعيش حياه حميميه عاديه جدا. ودائما كنقولها وكنعاودها، يعني بحال هاد المشاكل ضروري ان تكون واحد الاستشاره بالموازاه مع العلاج ديالك، استشاره مع طبيب نفسي ومع ان جينيكولوج، ضروري ومؤكد. فبهكذا غنكون ساليت لا فيديو ديال اليوم. نتمنى ان كنت عند حسن ظنكم وان لا فيديو ديالي كانت خفيفه ظريفه. الى عندكم تساؤلات ولا بغيتوا استفسارات خليهم لي في لي كومونتير، غنكون فرحانه بحال دائما باش نجاوبكم. فخليت لكم الراحه وحتى الفيديو جايه ان شاء الله.